مرضى السكر، وأبحاث بتخص كيفية إحداث التنفس ذاتيا تحت سطح الماء. فطبعا جاب الملخص للبحثين. فطبعا في البداية لما لخص لنا البحثين وجدت إن فيه ناحية علمية سليمة يعني. أول حاجة رحنا سوهاج هناك، ففي ناس شجعتني إن أنا أمشي مشواري ده وساعدتني كمان، وفي ناس يعني كم شخص كده كل واحد بكلمته. يعني أول كلمة قالها لي ده حلم، تاني حاجة مستحيل، تالت حاجة أنت طفل فاضي ما بتذاكرش وكده. والله ما كنت خدت على كل كلمة، كنت شلت ملفي من الثانوية العامة ما كنتش كلمت عليه. أول جهاز تنفس الإنسان تحت الماء أتت الفكرة عن طريق تنفس الأسماك تحت الماء. ثاني جهاز أتت الفكرة عن جهاز موجود بالخارج يساعد على التئام جرح الغرغرينة، فأنا حبيت أطوره وساعد على عزل العضو المصاب عن المحيط الخارجي به، مما يساعد على التئام الجرح بسرعة.